الكرة في الطرف الايسر. ناصر احمد محمدو، يلا يا ناصر، يلا يا ناصر، يلا يا ناصر، يلا يا ناصر، التسديد، الله! هدف تاريخي اول في هذه المواجهة، لكن الان مرتدة يمنية، هدف ثاني، هدف ثاني عزف فيه الهداف اليمني ناصر محمدو على اللحن اليماني. ناصر ناصر ناصر، وهنا الجماهير اليمنية تتراقص فرحا وطربا على ألحان أبو بكر سالم بهدف ثاني، هدف يماني يخطف عبره الهداف ناصر محمدو بعد هذا المجهود اللي كان فيه اللاعب عمر الداحي يبحث، أو هذا اللاعب رقم 6 الحديث هنا عن رامي الوسماني، كان يبحث رامي عن هدف ثاني، لكن بعد ذلك المتابعة كانت موجودة من ناصر محمدو. اللمسة يا عبد المجيد صبارة تعود مجددا إلى ناصر محمدو، وين التسديدة يا ناصر؟ الله الله الله، سألتك يا ناصر وين التسديدة، والإجابة كانت سريعة يا محمد العتيبي، الإجابة في الجول. هدف ثالث للمنتخب اليمني، ينشر الفرحة ويواصل عزف الألحان اليمنية في الملعب وكذلك في مدرجات نادي النصر الرياضي على ألحان أبو بكر سالم. يسجل هداف المنتخب اليمني في هذه التصفيات ناصر محمدو. شوف الكرة، مرور جميل من ناصر، بعد ذلك أطلق العنان وعزف الألحان لهذه اليمنى التي سكنت شباك بوتان في اللقطة الأخيرة. هدف جميل لناصر محمدو، اللاعب اللي كان نجم الموقع الأخير، وكذلك وجه تحية يا ناصر إلى الشباك البوتانية اللي أكيد استقبلت تحية اللاعب اليمني ناصر محمدو، اللي يصل إلى الهاتريك على أنغام المشجع اليمني اللي قلت راح أوجه له تحية لأنه كان يغني طاير من الفرحة، طاير وحشني شوف الكويت، لكن ناصر محمدو يقول في هذه اللقطة طاير من الفرحة، طاير وحشني المرمى البوتاني. أكيد اللي يصل للهاتريك في هذه اللقطة هاتريك جديد للمهاجم اليمني المميز. الحديث عن المحترف هنالك في الدوري العراقي اللي يتألق مع فريق زاخو، والآن اللاعب ناصر محمدو يصل للهاتريك. الهدف، الأمر يتطلب الانتصار على لبنان في آخر الجولات، والآن الهدف اليمني السابع يصل عبر من ما فيش غيره، ما فيش غيره. أكيد الحديث عن ناصر محمدو، أوه على أنغام أبو بكر سالم. ناصر محمدو يعزف على اللحن اليماني ويتوج بتاج السوبر هاتريك في اللقطة الأخيرة بعد خماسية في شباك بروناي. تأتي الآن رباعية في شباك المنتخب البوتاني. طرحت تساؤل بعد ما سجل هدفين، قلت ان ناصر محمدو هو اكثر لاعب بروناي اللي يتابع هنا ايضا الى مصنوم، يلا يا مسموم الى ناصر محمدو، الله الله على اليمن السعيد الأسعد، اليمن يا سلام على المنتخب اليمني. اليمن يسجل عن طريق اللاعب ناصر محمدو. ناصر يأتي بالهدف الأول للمنتخب اليمني على حساب منتخب بروناي. لاحظ الترقب، لاحظ أيضا التسديدة القوية من ناصر محمدو.
اليمن يأتي بالهدف الأول في الدقائق الأولى من أيضا الشوط الأول هنا على استاد جابر الدولي للقاء أيضا اليمن السعيد، اليمن الحبيب، اليمن الشقيق. يأتي بالهدف الأول هنا لحساب المنتخب اليمني على منتخب بروناي دار السلام. بروناي يتلقى، بروناي اللي إمكانيات ضعيفة نوعا ما، واللي شاهدناه في اللقاء الأول في نسبة البوزيشن وفي نسبة الضغط. هنا عمر الداحي، يا سلام يا الله، ناصر محمدو، يا سلام على المنتخب اليمني، يرسم على السعداء، يرسم الابتسامة على محيا وعلى شفاه اللاعبي المنتخب اليمني في الهدف الثاني. يصنع الأمان والسعادة من المنتخب اليمني السعيد. السعادة تكمن في ناصر محمدو هنا في استاد جابر الدولي في الجولة أيضا الرابعة من تصفيات كأس آسيا المؤهلة إلى المملكة العربية السعودية في عام 2027. هنا أيضا هدف ثاني، يصنع الأمان، يصنع أيضا السعادة لأصحاب على بوتان في لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شيء. هنا المحاولة إلى الأمام، يا سلام على ناصر، هاتريك لناصر محمدو. ناصر وبخطأ كبير، ناصر لاحظ الخطأ، لاحظ عدم الالتزام والخطفة السريعة من ناصر محمد ويسجل هاتريك، هاتريك له شخصيا، والهدف الرابع للمنتخب اليمني، وبالتالي يضع نفسه في المقدمة. أفضل لاعب في المباراة ناصر محمد، سجل 3 أهداف في هذه المباراة له شخصيا. شاهدناه في كثير من المحافل وفي كثير من البطولات، من البطولات اللي نتابعها الآن. فعلها ناصر، فعلها ناصر. السلام، يا سلام على ناصر محمدو. لاحظ الهدف الخامس، سوبر هاتريك له شخصيا، والهدف الخامس لمنتخب اليمن. لكن متى جاء أول هدف في مشوار نهايات كأس آسيا؟ هنا المتابعة، هنا الترقب الآن، محاولة والثامن. 5 أهداف لناصر محمدو، والهدف الثامن للمنتخب اليمني. 8 أهداف للمنتخب السعيد اليمني. اليمن السعيد إن شاء الله يكون دوما وأبدا سعيدا. هذا المنتخب الشقيق، المنتخب اليمني، في أول هدف. والتالي رأينا تغييرات مجيد مقرة، والآن نرى تغييرات أيضا تأتي لنور الدين. والتالي عادل عباس لعبت بعد ذلك نقلة حاضرة موجودة مرة أخرى، لمسة لدى المنتخب اليمني، تتهيأ الله، جول للمنتخب اليمني، هدف يأتي للمنتخب اليمني. يا ولد، يتقدم اليمن الآن، ناصر محمد يعطي التقدم، يأتي النباح من سبايلان بهدف لليمن عن طريق ناصر محمد. شوف الكرة الرأسية، ليس هنالك من راية. يا ولد، يا ورش اللي راك انتهى.
ورش يا ولد يا ورش اللي راك دهش. هدف اول ياتي لليمن 1-0. نبأ اول ياتي في اللقاء لمنتخب يمن الان عن طريق ناصر محمد يحتفل. خلاص 90 دقيقة انقضت، 90 دقيقة انتهت. ندخل في الوقت البدني الضايع. لمسة أولى محمد صالح، كرة تمريرة ما فيها راية، ما فيها راية. الثاني هو ومن غيره محمد يضع المنتخب اليمني في كأس آسيا 2027. اليمن تعبر إلى نهاية آسيا. بالقاضية كانت الكرة. نعم ناصر محمد يعبر بالمنتخب اليمني بهدف ثاني. شوفها مر وعبر على هدف ثاني ياتي لليمن ولناصر محمد. 2-0. يا علم دانا اليمني إلى نهاية القارة حيث كأس آسيا.